لكاملة مشاعر الهداية، زاد مسيرها وأصول امتدادها وعناصر بقائها. ألا فلنجلي للعالمين محاسن هذا الدين بمزيد التمسك بهدي وسيرة سيد المرسلين واستثمار وسائل العصر وتقاناته في نشر السنة والسيرة النبوية. وما أحوجنا إلى قراءة السيرة النبوية قراءة مقاصدية لنستشرف مآلات الأفعال وسط عالم تغمره أمواج الفتن، ويعاني إخواننا في بقاع شتى صنوفا من الصراعات والقتل والتشريد. وما حال إخواننا في حلب وأهل الشام عنا ببعيد، وكذلك إخواننا في العراق واليمن وبورما وأراكان. فصبرا صبرا صبرا إخواننا في حلب وفي بلاد الشام، فالنصر آت لا محالة، فتدرعوا بالإيمان والصبر والأمل والتفاؤل والاستبشار. ويا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اشف صدور قوم مؤمنين بنصر مبين تعز فيه الإسلام وأهله وتذل أهل الشرك الظالمين والطغاة الغاشمين. ألا فاتقوا الله عباد الله، ثم الهجوا بالصلاة تترى والسلام على أزكى نبي وأعظم إمام كما أمركم بذلك المولى الملك العلام. فقال تعالى قولا كريما يتلى على الدوام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 تسمو الحروف ويزهر التغريد، في عطر روضك أنسنا المنشود، فعليك صلى الله يا خير الورى ما أشرقت شمس وأورق عود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ذوي القدر الجلي والشرف العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والكافرين والظالمين الغاشمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهنا عز جارك
حول ولا قوة إلا بك، منك الفرج وإليك المشتكى. إلهنا ومولانا، عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا المسلمين في حلب وفي بلاد الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم وفك حصارهم واحفظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للاجئين النازحين الذين مسهم الشتاء بزمهريره القارس، اللهم كن لهم يا ألطفا، اللهم كن لهم يا ألطفا، اللهم كن لهم يا ألطف الأكرمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وفك حصارهم يا حي يا قيوم، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن حالفه على المسلمين المستضعفين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على الظالمين الباغين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استووا وسدوا الخلل وأتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر.
من ورثة ميراث النبوة وحملة مشاعر الهداية، زاد مسيرها وأصول امتدادها وعناصر بقائها. ألا فلنجلي للعالمين محاسن هذا الدين بمزيد التمسك بهدي وسيرة سيد المرسلين واستثمار وسائل العصر وتقاناته في نشر السنة والسيرة النبوية. وما أحوجنا إلى قراءة السيرة النبوية قراءة مقاصدية لنستشرف مآلات الأفعال وسط عالم تغمره أمواج الفتن، ويعاني إخواننا في بقاع شتى صنوفا من الصراعات والقتل والتشريد. وما حال إخواننا في حلب وأهل الشام عنا ببعيد، وكذلك إخواننا في العراق واليمن وبورما وأراكان. فصبرا صبرا صبرا إخواننا في حلب وفي بلاد الشام، فالنصر آت لا محالة، فتدرعوا بالإيمان والصبر والأمل والتفاؤل والاستبشار. ويا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اشف صدور قوم مؤمنين بنصر مبين تعز فيه الإسلام وأهله وتذل أهل الشرك الظالمين والطغاة الغاشمين. ألا فاتقوا الله عباد الله، ثم الهجوا بالصلاة تين الغاشمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا حول ولا قوة إلا بك. منك الفرج وإليك المشتكى. إلهنا ومولانا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا المسلمين في حلب وفي بلاد الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم وفك حصارهم واحفظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للاجئين النازحين الذين مسهم الشتاء بزمهريره القارس، اللهم كن لهم يا ألطفا، اللهم كن لهم يا ألطفا، اللهم كن لهم يا ألطف الأكرمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وفك حصارهم يا حي يا قيوم، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن حالفه على المسلمين المستضعفين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على الظالمين الباغين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا والسلام على أزكى نبي وأعظم إمام، كما أمركم بذلك المولى الملك العلام، فقال تعالى قولا كريما يتلى على الدوام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 تسمو الحروف ويزهر التغريد، في عطر روضك أنسنا المنشود، فعليك صلى الله يا خير الورى، ما أشرقت شمس وأورق عود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ذوي القدر الجلي والشرف العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والكافرين والظالمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استووا وسدوا الخلل وأتموا الصف الأول فالأول. الله